طبعا من ألذ الحلويات اللي حلوة جدا وبنحبها ومنختلفش عليها البسبوسة. هنعمل النهاردة بسبوسة المحلات بطريقة جميلة وحلوة جدا، وهقولك ازاي تطلعي بسبوسة مرملة ومش ناشفة معاكي. معاكم أسماء. لو أول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الاشتراك. تعالوا مع بعض هنشوف هنعملها ازاي. أول حاجة هنجيب هنا نص كيلو من البسبوسة اللي بنشتريه من السوبر ماركت أو العطار. بسبوسة سايبة هنحط عليها نص كوباية من جوز الهند الخشن، بيديلها طعم حلو جدا. وهنحط كمان باكيت من البيكنج باودر. بعد كده هنحط ذرة صغيرة من الملح بتعادل معايا طعم البسبوسة. هنديها كده تقليبة كده حلوة وهنحطها على جنب. في بولة هنا هنحط هنا نص كوباية من السكر. بعد كده هنحط عليها نص كوباية من السمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد كده هنحط هنا معلقة كبيرة من العسل او الشربات التقيل كده تمام. وبعد كده هنضيف هنا كوباية من المية. طبعا هنحط كمية المية وهنشوف البسبوسة بتاعتنا هتحتاج تاني مية ولا لا. كده تمام. الخليط جاهز معانا هنقلبه كده كويس. لو انت حابة البسبوسة تبقى معاكي مسكرة قوي هتحطي كوباية من السكر، يعني احنا هنا حطينا نص كوباية هتحطي انت كوباية من السكر. بس المقدار ده حلو جدا بتخلي معاكي البسبوسة طعمها خفيف زي اللي بنشتريها من بره ومش مسكرة قوي. كده تمام. هنحط هنا الخليط بتاع سميد البسبوسة وبعد كده هتقلبيه. طبعا من اسرار وتكات البسبوسه علشان ما تنشفش معاكي ما تقلبيهاش كتير، تقليبتين كده وخلاص. طبعا انا هنا حطيت كوبايه وهنحتاج كمان نص كوبايه من الميه هنزود لها. تمام. طبعا في الوقت ده هكون مسخنه الفرن على درجه حراره 200. هنحط كمان نص كوبايه من الميه، يعني هنا مقدار الميه اللي احنا حطيناه للبسبوسه كوبايه ونص من الميه، وبتبقى جاهزه معاكي. شايفين طريه جدا وحلوه قوي. لو حابة كمان تحطي لبن بدل المية مفيش مشكلة، جربتها قبل كده طلعت حلوة كمان. بس البسبوسة النهاردة بسبوسة الحلواني طبعا بتبقى موفرة. هنجيب هنا صينية وهندينا معلقة من السمنة كده كويس. كده تمام جهزت معانا. هنحط هنا خليط البسبوسة زي ما اتفقنا. البسبوسة ما نقلبش فيها كتير علشان ما تنشفش معانا. لو انتي بتقلبي كتير في البسبوسة هتلاقيها طلعت ناشفة معاكي. هتوزعها كده كويس بالسباتولا. شايفين القوام بتاعها بيبقى ناعم جدا وسهلة في الفرد. هتوزعيها كده كويس كده تمام. بعد كده هنديلها كده تخبطتين كده حلوين هتلاقيها فردت معاكي واخدت شكل حلو جدا. شايفين كده خلاص. بعد ما سويت الوش بتاعها هنجيب هنا سكينة وهنحدد القطعية اللي انت حابة تقطعيها. طبعا هتشكليها زي ما انت حابة. انا حبيت اعملها مربعات كده حلوة كبيرة. بعد كده هنزينها هنا باللوز. طبعا المكسرات زي ما انت حابة، ولو ما عندكيش ممكن تستغنى عنه تماما. هنحط كده على الوش نديله شكل حلو. وزي ما اتفقنا كل مشغله الفرن على درجة حرارة 200. هنخلص طبعا البسبوسة بتاعتنا. كده خلاص جهزت معانا. هندخلها على الفرن سخن على درجة حرارة 200 هتقعد معانا حوالي نص ساعة. اول ما تحمر معاكي من تحت هتديها وش على الشواية من فوق. بعد كده هنجهز هنا الشربات بتاعنا. هنحط هنا كوبايتين من السكر. طبعا شربات البسبوسة بيبقى معانا خفيف سخن. وهنحط عليهم كوبايتين من المية. وكمان هنحط عليها عصرة نص ليمونة. هنحطهم على النار يغلوا لمدة 10 دقايق وهنطفي عليها، ولازم تبقى سخنة معاكي. بعد ما طلعنا البسبوسة شايفين هننزل عليها بالشربات. لازم زي ما اتفقنا الشربات يبقى معانا شربات خفيف سخن. هنحط كمان الاول معلقة من السمنة البلدي بتديها ريحة حلوة جدا وطعم حلو. هننزل هنا بالشربات بتاعنا شايفين سخنة جدا. ده اللي هيطري معانا البسبوسة وهيخليها معانا مرملة. شايفين هتسقيها كده كويس. طبعا كل ما بحط شربات بتشرب معايا البسبوسة تعرفي انها ناجحة معاكي.
هتحط كمية الشربات كلها طبعا هي سخنة. شايفين حلوة جدا وتفتح النفس. جربوها بنفس الخطوات دي وهتنجح معاكي احلى من نشتريها من بره. طبعا هنسيبها تبرد كده براحتها قبل ما نقطعها. شايفين شكلها حلو جدا بتفتح النفس. جربيها حلوة جدا. هنجيب هنا سكينة وهنقطعها. طبعا احنا قطعناها في الاول فبتبقى سهلة معاكي في التقطيع. هنطلع كده حتة مع بعض وهنشوفها بتبقى ماسكة معاكي ومرملة وفي نفس الوقت حلوة وخفيفة. للناس اللي بتحب البسبوسة تبقى خفيفة اعملوها بالمية ونفس الخطوات دي تطلع معاكي ناجحة. شايفين تحفة جدا. وبكده خلاص وصفتنا خلصت النهاردة. جربوها بنفس الطريقة دي ونفس الخطوات تطلع معاكي بسبوسة ناجحة 100%. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك واشتراك وتابعوني على الفيسبوك باسم أسماء أبو الخير. يلا باي.